اليوم ما نقدر ننمو، ما نقدر نجذب رؤوس اموال، ما نقدر نعمل سياحه، ما نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكه العربيه السعوديه. اذا تبغى ملايين الوظائف، اذا تبغى البطاله تنزل، اذا تبغى الاقتصاد ينمو، اذا تبغى دخلك يتحسن، يجب ان تستأصل هذا المشروع لمصلحه دنيويه، ناهيك عن مصلحتك امام الله سبحانه وتعالى، بانه هؤلاء لا يجب ان يمثلون ديننا الحنيف ومبادئنا السمحه بشكل او اخر. فما في شك هذه جريمه، لان نتج عنها انشاء منظمات ارهابيه، نتج عنها انشاء جماعات متطرفه قتلت ارواح في جميع انحاء العالم، قتلت ارواح المملكه العربيه السعوديه، اضاعت مصالح اقتصاديه. فهذا عمل اجرامي غير قانوني مجرم بناء على قوانين المملكه العربيه السعوديه. فاي شخص يتبنى منهج متطرف حتى لو لم يكن ارهابي فهو مجرم يحاسب عليه القانون.